فتقول أنه محمد السادس الآن هو أمير المؤمنين. نعم، أنا أقول أن محمد السادس هو أمير المؤمنين في المغرب. يا سيدي هذا بمنطق ديني أم بمنطق سياسي؟ بمنطق ديني وسياسي. ما هي مواصفات أمير المؤمنين؟ وما هي مواصفات أمير المؤمنين عندك أنت؟ الخلق، الدين، الورع، العلم. قال لك أن هذا غير موجود عند ملكنا. من الذي يقول لك هذا الكلام؟ هذا كلام مرفوض. أنتم تذهبون للبحث في قلوب الناس، وأمراء المؤمنين عبر التاريخ مختلفون. كان في عمر بن الخطاب، وكان في معاوية بن أبي سفيان، وكان فيهم المولى إسماعيل، وكان فيهم هذا أمير المؤمنين محمد السادس. أعجبك الحال هذا حقك، لم يعجبك هذا حقك، لكن يجب أن تكون مقتنعا بأن المغاربة هم على هذا الأمر منذ قرون. يسمون ملوكهم أمراء المؤمنين وهم كذلك، باعتبارنا أن أمة من المؤمنين وهذا أميرنا. قد تسميه ملك المؤمنين لأنه يا أستاذ نعم. كلمة أمير المؤمنين لعلمك لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة. نعم. هذا اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما كان يقال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا مع الثالث ماذا يقول؟ يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يناسب، فلنختار صفة. قال أنتم مؤمنون وأنا أميركم فأنا أمير المؤمنين. فصفة ملكنا بصفة أميرا للمؤمنين هذه صفة لا نقاش حولها. أولا المسألة الثانية بالنسبة إلينا المسألة الثانية هذه موجودة في الدستور وتضمن الصفة الدينية للدولة. المملكة المغربية دولة إسلامية، هذا موجود في الدستور. فيعني ماذا تريد أن نخرب بيوتنا بأيدينا؟ لا، يعني هذه دولة إسلامية وملكها أمير المؤمنين، وهذا هو الذي يعطي فرصة للمطالبة بتطبيق كل ما أمكن من الدين الإسلامي، لأننا في دولة إسلامية ملكها أمير المؤمنين. قد تكون ملكية إسلامية وقد تكون جمهورية إسلامية، لماذا لا تكون جمهورية إسلامية؟ شوف، أنا سأقول لك، الذي يقول هذا الكلام لا يعرف التاريخ ولا يعرف مصلحة البلد ولا يعرف المغرب أصلا. أنا قلت لك هذا بلد يعيش ملكية مستقلة منذ 12 قرن، واسباب استقراره هذه المراجعات التي قمنا بها. نحن لا تعتقد اننا ننكر تاريخنا، نحن كانت عندنا هذه الافكار في البدايه، لكن مراجعاتنا التي لم يدخل فيها جهاز ولم تدخل فيها يد ولم يدخل فيها مفكر اجنبي ولا اي شيء، ان المغرب الذي يقوم على الاسلام والملكيه اذا اضطربت فيه الملكيه لا سمح الله سيدخل في مرحله عدم استقرار لا يعلم الا الله. ولهذا فستجد المغاربه يقبلون من السياسيين كل شيء الا ان يعني يتكلموا في ملكهم. ولهذا أنا لا أريد العودة إلى سنوات الحسن الثاني الراحل السابقة والسجون. هو استقرار، حكاية السجون، استقرار بقبضة الحديد وليس استقرار. هذا الذي تقوله غير صحيح، هذا الذي تقوله غير صحيح. الحسن الثاني رحمه الله في زمانه كانت إشكاليات، لكن لم يكن الاستقرار بسبب قبضة الحديد فقط. المغاربة والعلماء والأحزاب السياسية بما في ذلك اليساريون والاشتراكيون، ترى عبد الرحيم بوعبيد بقبضة الحديد كان لا يشكك في شرعية الملكية، أو علال الفاسي بقبضة الحديد، ترى مثل هؤلاء الرجال كانوا يخافون من قبضة الحديد. هذا عقلاء القوم مقتنعون بأن بلدنا يقوم على أمرين أساسيين رئيسيين، الدين الإسلامي والملكي.